هذا واحد من الشباب خاصة عندنا، سبحان الله لعاب وعليه مواقف ويوفق بالمواقف الطريفة الحلوة. يقول كان عندنا بحارتنا شارع رئيسي، يقول خطم واحد رجال كبير شايب، طبعا الكلام ذا قديم، يقول يوم قطع الشارع وأترك السيارة وتصدم، بس يقول الصدمة مي بسايدة بالحيل. تحمسوا اللي حوله وقربوه للرصيف، ويعني يمكن انهم ينكتموا ويخافوا عليه، يبي تنفس، كان عليه جاكيت الكوت، وسخوه وحطوه على الرصيف، يعني يبون يتنفسوا. وقال لهم واحد لا تشيلونه لما يجي الاسعاف وكذا. يقول وانا من بعيد اتابع، يعني انا اقول انا صغير، يعني ما انا بصغير بس مراهق يعني عمره، فجاء الهلال الاحمر وشالوا الشايب وان شاء الله اموره طيبه للمستشفى. يقول تفرقوا الناس ولا بقي احد بالموقع. يقول جيت على قولتهم اتفقد تطفل الوضع، يعني الشباب. يقول يوم جيت وترى الكوت محلوت على الشجر، ولا حوله احد ولا ابغى احد، وناظره والله نصوف زين ونكشته زينه. يقول والله بنفضه والبسه ابى اشوف. يقول والله تكزه مطابق، يقول مخيط لي عقبها شويه. يقول والله يوم صكيت الزراعه سحاب وثرو تابكه امورهم ذا وسط ماديه. يقول قلت ان شاء الله اني جاهز لي والبسه. يقول وابدا البسه بالشتاء والصيف جاهز لي بالحين. يقول راحت سنه كامله، يقولوا يعزمون زملاء لي يعني مو بعيدين عن الحي وكذا باستراحه. يقول بس انا اقول غد ان شاء الله تصير عزيمه برد عشان البس الكوت. يقول اروح اجيب هالكوت جاهز لي بالحين. يقول والله انك اليوم تقعد حر شو وانا البس الكوت واصكه. يقولوا وادخل عندهم واسلم عليهم ونضحك ونستانس ونسولف. يقول له واحد بالمجلس من الشباب ما غير يناظر انه يناظر الكوت، وانا ما جبت اخباره، انا قاعد اناظر الناس تناظر كوتي. وقال لي ما شاء الله عليك وش هالكوت؟ قلت لي هذا كوتي والله تعبن عليه وهذا من الصوفه اللي ما يحتاج. قال يا اخوي يعني اعجبا، مو بانه يعني كشكل، لا اعجبا ذكرا بكوت الجدي، والله العظيم انه نسخة منه تني ناظر ابوي يعني جده، بس اذكر جدي ناقش عليه من داخل اسمه. وافتح زرار يقول يوم قلت كذا وارفع الصوف اضر هذا الشايب كاتب من اسمه اضر كوت جده اللي مصدوم. قال مو بهذا هو، قال هذا كوت جدي. قال الله بس انه جاز. قال وشلونه؟ قال الوالد توفي، يعني توفي مو بسبب الحادث ولا زين، اي لكن ترى ان شاء الله ثوابه واجره الجدي، وما دام انك لبسته وجايز لك على ما قال. والى الان رفيقنا طبعا مشخص احتفظ بالكوت والله وافي. هذه